ونادي بوري نادي البساتين الذي يدخل في لقاء اليوم في الطقم الأزرق، بينما نادي بوري الكرة. طبعا أحبتي نادي البديع ونادي الحد هم الصاعدين رسميا إلى دوري الأول. وهذه الكرة وهذه العرضية وهذه الفرصة، لكن تصدى لها خالد عبد الستار. تمسك بهذه الكرة، سيطر بهذه الكرة. كانت محاولة لنادي بوري لكن الكرة تمسك بها خالد عبد الستار. إلى الناحية اليسرى التمريرات لا بالنسبة لنادي البساتين، والسيطرة على الكرة وهذه الفرصة وهذه المحاولة. ايمن العرضية داخل منطقة الجزاء، حلوة التصدي، هذا التصدي من خالد عبد الستار. الفرصة الجميلة والتصدي الأجمل، الله الله، الكرة رائعة. لاحظ العرضية المثالية من ايمون، ولاحظ الرأسية. شاهد وتابع عرضية بالمقاس وصلت إلى الرأس، والتصدي من خالد عبد الستار. هدف أول يضيع ويتصدى له خالد عبد الستار بالنسبة للأسرة. كلان يعود إلى حارس المرمى خالد عبد الستار اللي تصدي جميل في هذه المباراة. نشاهد ونتابع الرويعي اللي يعود بالكرة إلى خالد عبد الستار. خالد الآن والكرة الطويلة على ناحية أيمن، يعود إلى حارس المرمى خالد عبد الستار. خالد عبد الستار إلى ناحية اليسرى محمد نورات، والكرة الطويلة الآن كان يبحث عن إيمانويل. ونتابع العرضية لا داخل منطقة الجزاء، يتصدى خالد عبد الستار، والآن محاولة وهذه كرة للأمام، لكن الكرة قطعت في هذه اللحظات. الآن الكرة عند حارس مرمى نادي البساتين في هذه اللحظات خالد عبد الستار. طبعا البساتين في الجولة الماضية خسر أمام نادي الاتحاد بهدفين مقابل هدف، أيضا في هذا اللقاء ويريد الانتصار ويريد نتيجة إيجابية تعطيه دفعة معنوية في هذا. الآن هذه الركنية تلعب داخل منطقة الجزاء، لكن خالد عبد الستار يتصدى لهذه الكرة. لاحظ العرضية ولاحظ هذه الكرة، وتذهب الآن إلى ركنية مرة أخرى لمصلحة نادي بوري، والآن يحاول ويتقدم عند خالد عبد الستار. يسجل هدف نادي بوري. الآن العرضية داخل منطقة الجزاء، لكن يتصدى خالد عبد الستار بهذه الكرة. طبعا أحبتي التضامن يتقدم على نادي ركنية لمصلحة نادي بوري، والكرة تلعب دانيال، العرضية داخل منطقة الجزاء. يا الله، هذه فرصة، هذه محاولة، لكن الكرة تخلصت. يا الله، كادت تكون هي أول أهداف المباراة. جعفر صباح الكرة اللي لعبها في هذه اللقطة، لكن ذهبت إلى ضربة مرمى لمصلحة نادي البساتين. هذه الكرة الآن شاهد ونتابع الكرة من الناحية اليسرى إلى لاعب نادي البساتين خالد عبد الستار. الآن
عمر إلى محمد الرويعي، عادت الكرة إلى خالد عبد الستار. خالد الآن والكرة طويلة في هذه اللحظات. دانيال إلى إيمون والتمريرة إلى إيمانويل. إيمانويل في موقف متسلل. ابعاد كبير جدا في هذه اللقطة. الآن الكرة عادت بكل روح رياضية إلى حارس مرمى نادي البساتين خالد عبد الستار. رويع الآن عاد بالكرة إلى خالد عبد الستار إلى الناحية اليسرى، مرة أخرى إلى خالد. تمريرات بالنسبة لنادي البساتين، ولاحظ الضغط الكبير باللاعب. الآن الكرة في وسط الملعب إلى علي إبراهيم. هذه محاولة، هذه عرضية، هذه فرصة، لكن خالد عبد الستار تواجد بالمكان المناسب. يبدو كرة خالد يلعب هذه الكرة الطويلة. ايمون الان والعرضيه الى الناحيه اليمنى. يا الله اليسرى. الان هذه المحاوله وهذه الكره الان، لكن يتصدى خالد عبد الستار. خالد عبد الستار يمرر في وسط الملعب. التمريره الخاطئه، قطعت الكره، عادت الى حارس المرمى خالد عبد الستار. خالد مرة اخرى الى ابراهيم، الى خالد عبد الستار من الجهة اليسرى. العرضية، هذه الفرصة، هذه المحاولة، هذه الكرة الآن علي حسين، ولكن هي راية. الجهة اليسرى خطيرة. هذه الكرة أنا نشاهد ونتابع عبد الله عبد الهادي. عبد الله سجل وهدف جميل جدا. الآن ايمون الآن بالتمريرة إلى إيمانويل. هذه فرصة للثاني، لكن خالد عبد الستار يا عيني على هذا التصدي. الفرصة الخطيرة إيمانويل، لكن في موقف من أجل تسجيل هدف الثاني. الآن المحاولة العرضية، هذه الفرصة من أجل الهدف الثاني. يا الله ايمون الان بالسرعه لكن عادت الكره الى حارس المرمى من فهد الى الناحيه اليمنى. وهذه الفرصه ايمون الان تسديده، خلاص هنا الثالث يسجل نادي